ساعة من الانتصار على منتخب اليابان في مباراته الأولى ضمن فعاليات الدوري الدولي للفوتسال الذي يحتضن أطوار مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة. العناصر الوطنية ستتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب بلال البقالي من ضربة جزاء، قبل أن يتمكن العميد سفيان المسرار من إضافة الهدف الثاني مستغلا خطأ الدفاع الياباني. وفي الأدوار الأخيرة للجولة الأولى سيتمكن منتخب الساموراي من تقليص النتيجة بواسطة اللاعب مازاموري إيراتا. وعاد اللاعب نفسه ليوقع هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في الجولة الثانية. لاعبو المنتخب الوطني المغربي تسلحوا بالعزيمة وآمنوا بقدراتهم، حيث تمكنوا من إدراك هدف الفوز اللاعب يوسف جواد، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني على نظيره الياباني والنتيجة 3 أهداف